الفيديو ده معمول مخصوص علشان اللي بيتمنى أمنية وعايزها تحصل، أو اللي عايز نجاح ومستنه يجي، أو جوازها ومستنيها تتم. بس أولا صلي على النبي وتعالى نسمع القصة دي اللي تفهم في آخرها كل ده. في يوم من الأيام الإمام أحمد بن حنبل، طبعا كلنا عارفين الإمام أحمد بن حنبل عالم من علماء المسلمين. قال الإمام أحمد بن حنبل إنه هيروح يصلي العشاء في بيت رسول الله، وهيبيت هناك ويصلي الفجر ويتوكل على الله يمشي. طبعا الإمام أحمد بن حنبل معروف في كل مكان، ولكن معروف كاسم مش معروف كشكل. فراح المدينة المنورة وصلى العشاء وجاء عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، وقال إن هنام لحد الفجر. فجريح راسه كده وجاله عمال قالوا له اطلع بره، احنا بنطلع الناس بعد العشاء بره، مفيش حد بيبيت هنا. يقول لهم انا نفسي ابيت ومش عايزين يخلوه يبيت، وهو ما قالهمش ان الامام احمد بن حنبل، ودي حاجه كويسه منه بالرغم انهم عايزين يطردوه، وكان ممكن يستخدم دي انهم يخلوه، لكن هو ما قالش. فراح سكت، راح هم مجرجرينه وطلعينه بره ورامينه بره العمال. فواحد خباز صعب عليه قال له تعالى معايا بيت عندي وصلي الفجر هنا وامشي. خدوا الخباز وراح عنده البيت، وطول الليل الخباز بيعمل حاجه غريبه، يعجن رغيف العيش ويقول استغفر الله، ويحطه في الفرن ويقول استغفر الله، يطلعه من الفرن ويقول استغفر الله على طول. فالامام احمد بن حنبل استغرب ايه اللي نايبه من الذكر ده، فهو بيساله هو انت ايه اللي نايبك من الذكر ده، او ليه بتستغفر ربنا على طول؟ ممكن في صيغ تانية، ولا ايه اللي جالك من ورا الذكر ده؟ قال له مفيش مره استغفرت ربنا وتمنيت امنيه وما حصلتش. اي امنيه عندي بتحصل بالاستغفار، مفيش امنيه في حياتي ما تمنيتهاش، كل الامنيات اللي في حياتي تمنيتها حصلت بسبب الاستغفار الا امنيه واحده، ان اشوف الامام احمد بن حنبل. قال له ياه، اهو الامام احمد بن حنبل جالك متجرجر لحد عندك، فانت خليك عارف ربنا هيجرجر لك امانيك ويوصلها لك لحد عندك. ربنا مهما قفل لك باب فتح لك قصاده 10. ما تبصش على الباب المقفول لحاجتين، لانه ما يتفتحش ولان قفله خير ليك. كان ممكن تبقى شايف ان الجوازه دي سبب في سعاده حياتك، ولكنها تبقى سبب في تعاسه حياتك وجحيم حياتك. كليه كنت عايز تدخلها وما دخلتهاش، ممكن انت كنت شايف ان الكليه دي حاجه ليك، ولكن ربنا عارف وشايف الاحسن ليك. ممكن ما تعرفش ما تكونش متوفق في الكليه دي، وما تعرفش تحل في امتحاناتك، وتكون سبب في تدمير مستقبلك. فخليك عارف ان ربنا مهما بعد عنك باب فتح لك قصاده 10. ودايما ادعي وقول يا رب، ربنا قريب وهيجيب دعائك، ربنا قريب وهيجيب دعائك. واكثر دايما من الاستغفار والصلاه على النبي.